السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. في هذا الفيديو حنشارك معكم وصفتي المعتمده من هذا الشحال تاع صابلي كونفيتور، ونعطيكم الحل لجميع المشاكل اللي راكم تعانوا منها. اللي تقولك الصابلي تاعي يتكمش لي في الفرن، اللي تقولك حبه ما تجيش قد حبه الاخرى، اللي يطير لها السكر تاعها من الحلوه. راح نعطيكم كامل هذوما الحلول في هذا الفيديو. ما عليكم غير تبعوا الفيديو للاخر، ما تنساوش ديروا جيم ونروحوا نديروا الوصفه بدون اطاله. لهنا نحتاجو 250 غرام تاع لا مارغرين، لازم تكون بحرارة الغرفة باش هكا تساعدكم في الخدمة. ضروري انها تكون ماشي جامدة باش هكا الصبلي تاعكم ينجح لكم. هذه اول خطوة. راح نضيف عليها حبة تاع بيض كاملة وصفر تاع حبة بيض. فوق هاد المكونات راح نزيد كاس تاع السكر الناعم اللي هو السكر جلاسي، ونضيف عليها ملعقة صغيرة مملوءة جيدا تاع الفانيليا اللي تقدروا تعوضوها بلا فاني السائلة. في هذه المرحلة وكما سبق ونقول لكم جميع الفيديوهات تاعي تاع الحلوة، قبل ما تخدموا بالباتور لازم تخلطوا المكونات الجافة مع هذوك السائلة. لهنا البنات اللي ما عندهاش الباتور تقدر تخدم بيدها. في هذه المرحله طلعوا مليح هذاك البيض تاعكم وهذاك الزبده وهذاك السكر حتى يتضاعف الحجم تاعو ويولي هكا بيض. بعد ما طلعتهم مليح ضفت لهنا نص كاس تاع لا مايزينا اللي هي النشا. كما تقدروا ديروا كاس غير ربع الا حبيتوا الصابلي تاعكم يجيكم هشيش بزاف. ولهنا اكيد كما قلت لكم لازم تخلطوا قبل المكونات هكا قبل ما ديروا الباتر باش ما هذاك كما نقولوا المايزينا ولا السكر ما يطير لكمش، يعني كامل يخرج لكم هذاك الغيسيبيا. عاود طلعتهم مليح يا البنات بالباتر حتى تضاعف الحجم تاعهم وتغير اللون تاعهم كما راكم تشوفوا. لهنا نروحوا نضيفوا الفارينه بالتدريج، وضفت عليهم ربع ملعقه تاع الخميره الكيميائيه. ما تكثروش البنات الخميره لانها هي تقدر تكون سبب انه الحبات تاعكم تاع الصابلي ديفورماو كامل وما يجوش كيف في الشكل. وكلا عاده نبقى هكذايا نلم هذوك المكونات تاعي ونضيف الفارينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون هكا متماسكه وما تلصقش في اليد بهذه الطريقه. البنات العجينه تاعكم تجمعوها غير بالاصابع، ما تعجنوهاش باش هكا يعني ما تخسر لكم الشكل تاعكم في الفرن. نصيحه رقم 2 انكم تحلوا العجينه تاعكم هكا فوق ساشي ولا فوق بابي كويسون ورق الطهي، ودوك تشوفوا علاش درت ساشي من تحتها وساشي من فوقها ونجي لهنا نفتحها بالحلال. البنات هذه الطريقه راح تخلي الصابلي تاعكم يجي من الفوق مسطح، يجي يعني ليس طبقه يعني تاعو تكون ملساء ما تجيش مشقق ويجي يعني كامل شباب، واكيد يساعدكم في الخدمه. وهكا نتجنبوا ان نضيفوا الفارينه اللي راح تخلي الصابلي تاعنا يجي كما نقولوا ناشف. هنا باش نتجنبوا ان نضيفوا الفارينه. لهنا جيبوا لي اي نوع تاع طوابع عندكم. انا استخدمت لهنا طابعه تاع الفراشه تاع البابيون، وعندي يعني اشكال واحد اخرين راح تشوفوهم معايا في الفيديو. لهنا البنات اللي نعطيكم نصيحه رقم 3، تشوفوا لي كيفاش راني نخدم نتوما ثاني خدموا البنات. كي تروحوا تطبعوا ما تقعديش تحركي المول تاعك يعني الشمال واليمين، حطي غير حبه هكا بهذه الطريقه وترفدي، يعني تطبعي وترفدي يدك ما تحركيهاش، لانه لو كانت تبقاو تحركوا راح حبه تجي صغيره حبه تجي كبيره وهي رايحه. شوفوا لي الطريقه اللي نخدم بها اخدموا بها نتوما ثاني هكا يا البنات. وإلا شفتوا المول تاعكم يلصق تقدروا تدخلوه يعني في شويه تاع الفارينه وتطبعوه بهذه الطريقه. لهنا نكمل كامل حبات يا البنات العجينه تاعي، نجو نحو هذوك لي شوت بهذه الطريقه. تقدروا تعاونوا روحكم بالموس. وشوفوا لي علاش مليح كي تحلوا فوق بابي كويسون ولا فوق دي ساشي هكا راح نرفدوا الحبات تاعنا بسهوله. كيما يكون الشكل تاعها راح نحطوه في البلاطو تاعنا. هذه الطريقه البنات الصابلي تاعكم يجي كامل الشكل تاعو واحد وكامل على حبه. شوفوا لي البنات حاولوا انكم ترفدوها تمتم تحطوها بهذه الطريقه.
ما تنسوش البنات ديروا لي جيم في لا فيديو باش هكا كي نلقاكم متفاعلين نزيد نحط لكم اسرار الحلويات بحكم اني راني في المجال، وان شاء الله هكا كامل تستفادوا. ان شاء الله اي وحده تجرب وصفه من الوصفات اللي يعني نحطوها لكم كامل تنجح فيها. واللي عندها اي اشكال اي استفسار تبعث لي في الانستغرام ولا في لاباج تاعي سور فيسبوك، نجاوب عليكم كامل حبوباتي كامل واش تحتاجوا، راني هنا نعاونكم. انا يعني في بدايه تاع مشواري ما لقيت حتى واحد يعاونني صراحه، تعلمت وحدي، كنت نخلط العجينه يا البنات وكل مره نخسر ونعاود حتى لقيت كما نقولوا الحلول لجميع المشاكل تاع اللي كنت نواجهها يعني في الحلويات تاعي. يعني تعلمت وحدي وما تخمو ما والو، كل شيء سهل. اللي تحب تبداه يعني كمشروع ليها نقول لكم بداو بالصابلي، هو اسهل حاجه. نتوما البنات عليكم بالدعم وانا عليا بالوصفات ونعطيكم الاسرار. شحال نقطه يقولوا لي ما تمديش الوصفات تاعك، ما تمديش الاسرار تاع الحلوه تاعك. نقول لكم البنات انا نمد، كما نقولوا انا واش راح ينقص فيا، بالعكس هذا فخر ليا وزياده شويه كما يقولوا. ماذا بيا ان شاء الله كامل الناس يتعلموا كامل يخدموا، علاش لا لا، انا ما نحسد حتى واحد. كما يقولوا الرزق على ربي، ما راح ينقص مني حتى حاجه. دونك انا ما عنديش هذاك التخفى نتاع لا لا ما تمديش لا لا هكا. انا نمد البنات، انا ما مدوليش بصح انا نمد لكم البنات. لهنا البنات طولت عليكم، على بالي حكيت لكم كامل حياتي. شوفوا لي لهنا الصابلي تاعكم بعد ما تكملوه كامل حطوه فوق بابي كويسون. نسخن الفرن تاعي على 180 درجه. الصابلي تاعكم يطيب غير من تحت متشالو باش من الفوق حتى يدي تحميره شابه ونحيوه. لهنا نشوفوا البنات الصابلي تاعي بعد ما طابلي انا نحب نحمره هكا شويه. شوفوا لي ما شاء الله كيفاش جو الحبات كامل قد بعضهم. لهنا تعمد اني نقرب لكم يعني الكاميرا باش تشوفوا كامل التفاصيل. شوفوا لي شحال جا شباب، جا حميمر هكا الله الله كما نقولوا. شوفوا الحبات كامل على قد بعضهم. تبعوا بك البنات التفاصيل اللي عطيته لكم، على بالي بلي كامل حتنجحوا فيه باذن الله. لهنا نروح نعطي لكم السر باش السكر تاعكم ما يطيرش من الحبه تاعكم تاع الحلوه. لهنا الحلوه تاعي بعد ما جبتها من الفرن يا البنات خليتها حتى ولات دافيه، يعني مازال ما بردتش، ما تكونش سخونه بزاف وما تكونش بارده، وهي هكاك دافيه تجو تروحوا ترشوا فوقها هكذا السكر الناعم بهذه الطريقه. هكا يا البنات نضمن لكم 100% ان شاء الله باذن الله باللي السكر تاعكم ما راحش يطير من الحبه تاع الحلوه ديالكم، راح يبقى هكاك لاصق. لهنا تجيبوا اي ذوق تاع كونفيتور تفضلوه. انا استعملت الذوق تاع الفراوله، ننصحكم ان تستعملوا البانسو هكا يا البنات باش تجيكم الخدمه نقيه وتجيكم سهله. خير من تستعملوا الملعقه وديروا هكا كونتيتي كبيره بزاف وتغسل لكم كامل الشكل تاع الحبات تاعكم. نكمل البنات انا لصق كامل الحبات تاعي بنفس الطريقه كما راكم تلاحظوا. الخدمه تكون هكا بزاف سهله، ونجي نشارك معكم ثاني كيفاش درت التزيين تاعهم. ما تنساوش البنات ديروا لي جيم في لا فيديو بارطاجيو الوصفه مع حباباتكم. لهنا وريت لكم كيفاش السكر تاعي ما كانش يطيح يعني من الحبات. شوفوا لي ما شاء الله يا البنات، وراني نحرك في يدي يعني شوفوا كيفاش ما طاحش، يعني راها طريقه ناجحه 100%. وقلت لكم بلي ما حنخبي عليكم والو. هكا كامل ديروا صابلي شباب وتخبيوه وهداك السكر ما يطيرش وما يبهدلكش قدام ضيافك. ما عليكم يعني غير ديروا جيم البنات في الفيديو وتبارطاجيو الوصفه. لهنا البنات كملت لصقت مام هادوك تاع السكر كلاص، هذا الديكور الاول. اما بالنسبه للديكور الثاني لهنا جيبوا لي بيستاش ولا كاوكاو كيما راكم تشوفوا. جبت كونفيتور تاع الخوخ هكا البنات. وهذا كان هو التزيين الثاني، ونخليكم تشوفوا النتيجه النهائيه. تبقوا على خير.